من مصنع عطور في حرفيا باريس بالنسبة فلورا للبنات ليس تفكري فريغرانس. موجودين احنا هون امام هذا المصنع الجميل، لكن المفاجآت جوا. مصنع فخم، مصنع له حوالي 20 سنة، اسمه فلوراريس فريغرانسز. هذا المصنع الجميل السر فيه والفخامة فيه بصاحبة المصنع والعطارة تاعت المصنع. معانا عطارة على مستوى عالي بتقدم نقاء فخم جدا. معانا اليوم السيدة آمنة الدغري، إحدى المصممات المميزات بفرنسا من أصول تونسية. بنتعرف عليك السيدة آمنة، وجدا سعيد بلقائك. عارفين عن شكرا. نفسك شرفوا بكلمتين بيك. جميلين. أشكرك جزيل الشكر. سلام، أنا آمنة. أنا العطارة والمديرة في شركة فلوراليس، وإحنا مصنع آه، مصنع نعمل كرييشن وبرودكشن ما في شاء نفس الوقت. الله. سيدة آمنة، من كم سنة موجود المصنع يعني تأسس؟ من 2002. من 2002. ما شاء الله، عمر احنا كبير. 2025 ما ما شاء شاء الله. الله. آمنة الدغري اسم معروف بين المصانع والشركات الكبيرة، لكن انا حابب اعرف الناس اللي ما يعرفوك. يعني انت اسم ما شاء الله كبير، لكن متابعينا والشركات الصغيرة يمكن ما سمعوا فيك. صحيح. بدنا تعطينا نبذة عن الشركات اللي انت اشتغلتي معاهم على مدى ما شاء الله 20 سنة 25 سنة. اشتغلت مع زبائن في فرنسا زي فرانكو اوليفييه، زي الكسندر جي، فيه أنتينومي. آه، هي تبع، هي شركة زيادة طبعا. كمان تبع برستيج. يا واشتغلت في دبي كمان. أوروبا عندنا كثير ما شاء كثير. الله. مع الشباب الجديد ما شاء الله. كثير في بلاك أنت. مدام آمنة، كلمينا عن البراندات الموجودة عندك في المكتب اللي اشتغلتي معهم. هذا البراند هذا تبع إيجور، عامل عايشة، عامل عطور بلو ماجيك معروف في أوروبا. هذه شركة سليل في الإمارات، معروفة شركة هذه. هذا صاحبها ميزون مانيل، مهم. صاحبها في أوروبا. مهم. هذه شركة ار بي، مش عارفة عارفها هذه ولا. معروفة كثير في فرنسا، اي هنا معروفة ار مشهورة في بي، فرنسا اي صحيح. معروفة اي. وهذا طبعا المعروف لا يعرف الجميل. معروف ميزون كاتاليا. الفخم جميل جدا. ميسة. نعم، ميسة رهيبة. القوارير حلوة ما شاء عندي إياهم أنا الله. في البيت، نعم جميلين. هذا مال الكسندر جي، ألكسندر شركة جي. الكسندر جي. طبعا ما عنديش العطور كلها إيه. عندي الحاجات القليلة. هذا كان مرشح لأفضل عطر هذا نيش في العالم. الباني سون بابا. مهم. هذا كان مرشح لأفضل عطر نيش في العالم سنة 2025، من العطور الفانيلا اللي فيه نوتة الفانيلا المدغشقر. جميل جدا الصراحة. وهذا خليل، طبعا مهم. هو نفس نفس البراند. الشركة عامل خليل، مهم. وتعرف بيه زيادة مهم. كمان. جدا راقي. هذا ميزون ريباتشي مهم. الروجود. ما شاء الله. هذا فرانك اوليفييه. باريزيان عود. فرانك هم أوليفيه. مسوي النيش عنده كمان. النيش، واو، هذا خط خاص. اي خط خاص. فرانك أوليفيه كثير مشهور حتى في الدول وعنده العربية. شركة كاستيل باجاك مم. ما شاء عندهم الله حتى في الدول العربية عندهم شهرة اي عالية. معروف فرانك اوليفييه، جميل، يقدم معروف. نقاء وأداء وسعر جدا رائع. طبعا الفخامة طلعت كلها السر عند أمنة الدغري يا جماعة. يعني أنا ما كنتش نعرف إنه في بعض البراندات هي اللي مصممتهم زي فرانك أوليفيه وغيرها. ما شاء الله عليك. هذا شركة بلاك أنت. مهم. هذه مايفا، العطر مايفا. جدا، والباكجينج حلو. العطر جربته أنا قبل، هذه حلو. البلوجر معروفة زيادة مم. كمان، سوينا لها العطر. عندها كذا واحد هي. هي عندها هذا مايفا. وهذم شركة بلاك أنت مسويتهم الكل، العطور الكل تبعي على حسب الذوق تبعه. حلو. الأخيرة هذه اللي بالآخر مش تابعة لهم لوخ بلا. لا كله تبع. كله تابع هذا لهم. شوفه هو مسوي. هذا خط تاني. هو هي بلاك أنت ومسوي خط تاني، قوارير تاني. ما شاء الله، شيء جميل. في جدا. شركة أرماف ما شاء الله أرمف. معروفين في
في الخليج وفي في العالم، في في الإمارات معروفين طبعا، شركة كبيرة، ايه طبعا. شركة عملاقة ما شاء شركة الله. أرماف معروفة طبعا. إيه، مسويت لهم كمان كذا عطر. هذا طبعا عطور الشيخة هند تبع دبي، ما شاء الله. تاع الشارجة. مخرجين عاملين اللونش الآن، وإن شاء الله عاملة هذا حفلة يعني فيه. برايفت كولكشن هي عملتها برايفت هي. كولكشن تبع. اوكي، ما شاء الله، حاجة مميزة أكيد. إيه طبعا. حاجة مميزة. ونفس الشركة مسوين، نفس صاحب الشركة مسوي هذا البراند تبعه لوكسول، عامل باكاجينج فخم. المصنع تبعكم جاهز لاستقبال الشركات الناشئة أو طبعا الشركات القديمة، تعملوا لهم عطور كريشن بكل طبعا. تفاصيلهم. المصنع تأسس في باريس. في باريس. عندكم مصانع ثانية، فروع في دول أخرى؟ لا. فأستاذة آمنة، فرانك أوليفر أحد العطور اللي أنت مصمميتهم من قبل، كلمينا عليه، مين هو وشو إيه، شو العطر؟ هذا فرانكو ليفي، هذه شركة معروفة جدا في أوروبا وفي باريس طبعا، ومن زمان. هذا العطر سويته من زمان، هو باسيون. هذا عطر عايشة شاب موجود، كان موجود للآن، عطر إيغور. واو، وتشار كثير في أوروبا يعرفوه. ما شاء الله. هذا عطور براند أونتينومي. هذا عرفتها، شفتها في ميلانو كذا مرة. ايه، يشارك لا في ما معرض شاء الله، ميلانو. ايه ما شاء الله عليهم. شركة معروفة. نعم. في عطور ألكسندر جي، معروف جدا من عطور النيش. نعم. هذا تابع لألكسندر جي فوق. ايه. هذا الليميتد اديشن او برايفت كولكشن. ايه، هذه برايفت كولكشن. Private هذا collection. الليجاسي مسويه من كذا سنة. ما شاء الله. العطور والباكجينج حلو فخم. جميل. هذا اللي هنا، هذه تبعت شركة باريزيس، فرنسية. فرنسية. اي، احنا في اللابوراتوار، في المختبر، وهذو المواد الأولية اللي نشتغلوا فيهم. ما شاء الله. طبعا آمنة، انتم عندكم يعني انا شهادتي مجروحة لانه انا مجرب عطورك، ما شاء الله عليكي. من براندات كثير بتقدموا عطور نقية بأداء عالي، بنقاء عالي، جودة، يعني الكواليتي فيري هاي كواليتي. وانت شكرا مشهورة. شكرا, يعني شكرا انت لك. انت مشهورة، يعني انا ما بديش اجامل، لكن انت مشهورة بين الناس انه هاي كواليتي بتقدمي للسوق. ما شاء الله عليكي. شو السر انه انت بتقدمي جودة عالية جدا دائما، مع انه في مصانع بتقدم جودة وسط او قليل؟ انت دائما توب، ما تعطي حاجة وسط. والله انا اخترت باش نسوي الكواليتي. لنفسي، خاطر كنت نشتغل عند شركات، ولكن اخترت لحالي خاطر انا نحب الميدان، ونحب نحط احلى وارقى ماده تعجبني انا طبعا. يعني انت تعتبري على الذوق تبعي. الاسم لازم يرتبط في كواليتي. اي طبعا. وآمنة الدغري دائما هي التوب اي كواليتي. لازم. ما شاء الله عليك، ما شاء الله. انا جدا سعيد بوجودي عندك هون في المصنع. مدام آمنة، انت كمصممة عطور، لما تصمم العطر من الصفر الى 100، بكون هدفك تقدمي انت اسم البراند، ولا تقدمي فكرة المنتج انه تقدميه بأرقى صورة بالكواليتي اللي انت تختاريها وليس للزبون؟ والله قلت الكل، لخصت فكري. ما شاء اي الله عليك. طبعا. لازم تعطي ارقى كواليتي للزبون. لو جاك زبون مثلا يقول لك مثلا انا بدي الكواليتي شويه، لا ننصحه ساعات، نقول له لا، طلع شويه في الكواليتي. هي بالنهايه يعني انا نحب الكواليتي. آمنة تقدم كواليتي توب لانه تحافظ على اسمها. فاذا في، لانه مصانع موجود في السوق نعرف احنا، صح. مثل ما يقولوا على قد فلوسك تاخذ كواليتي. إيه؟ في مصانع كده. اي صحيح. بس عند آمنة ما فيش هذا المعادله، عند آمنة موجود الكواليتي دائما التوب. ليك من 2002 في المصنع. أي. في نفس المصنع هذا؟ لا، كنا بدأنا في مصنع صغير، وبعدين رحنا في نفس كريتي، في نفس المكان هنا، من نفس المكان أصغر، والآن مصنع ما شاء الله في 10,000 متر. مش قليل. صح. وفي كريتي معناها مش بعيد على باريس. صحيح. قريب على، يعني ما شاء الله. أنا أول مرة يعني أكون في مصنع في باريس كبير فخم جدا بقيادة حدا عربي من أصول تونسية. فأنا شخصيا فخور فيكي آمنة الدغري. شكرا شكرا. اسمك علم ما شاء الله. شكرا لك. وبتمنى يعني من الناس اللي ما يعرفوا آمنة
آمنة لازم تعرفوها وتتابعوها، هي جديدة على السوشيال ميديا. بس إن شاء الله أي حد مثلا بده براند بده يعمل عطور خاصة فيه، يتواصل معكم ولا ايه الشركة مرحبا به. مباشرة. شركة فأنتم معينة. مستعدين تقدموا أي مساعدة لأي شركة أو أي براند ممكن يطلع جديد في السوق. اي طبعا. وطبعا آمنة موجودة في باريس، وكله شغال فرنسا، بس الروح روح تونسية. كواليتي كنترول. زبين الكل في البرودكشن عندهم عندنا يجلسوا القوارير معانا 3 سنوات، ونتبعوا نشوفوا العطور في البرودكشن هي نفسها زي اللاب زي الواحد. وعندنا طبعا مسؤولين هنا، وعندنا الريبوت اللي تابع نحطوه باش نشوفوا الكالر، ونشوفوا هنا الآلة زادة تابعة الكنترول كيف هنا سبيكترو. هنا 2 آلات سبيكترو، ما شاء الله. وعندنا ثالثة ما شاء الله جاية. هي التكنولوجيا ساعدت جدا في تطوير العطور اي في, طبعا. في آخر فترة. طبعا فأنتوا دائما هي التكنولوجيا تكنولوجيا والفكر زادة والفكرة، يعني أنتوا دائما مواكبين للتطور دائما لا في طبعا باريس. لازم احنا السنة هذه ان شاء الله جالسين باش ناخذوا ريبوت ثاني جديد ما جديد. شاء الله. نحسنوا جالسين نحسنوا في برافو برافو. لازم نتطوروا. ضروري ضروري. التطور مهم.